السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا متابعين من داخل نادي بهتيم. يسعدنا نلتقي بالكابتن ابراهيم هيكل المدير الفني السابق لفريق الكرة الاول ومدير الكرة الحالي لنادي بهتيم. بنرحب بك يا كابتن ابراهيم. اهلا وسهلا بيك. احنا بنرحب بيكم وبنشكركم على التغطيه الجميله ديت ومتشكرين جدا. طبعا انا بشكرك كابتن احمد حسين. طبعا المركز الاعلامي لنادي بهتيم ان هو بيقدم ملخص الفريق الاول او ملخص تدريبات الفريق والمباراه الوديه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اول مباراه وديه الموسم ده بعد فتره 3 اسابيع. كانت اهم حاجه ان تجربه اللاعبين واختيار اللاعبين الامثل اللي هيقدروا يمثلوا النادي الى حد كبير. الحمد لله تجربه ناجحه وتجربه مفيده بصرف النظر عن النتيجه او اي اداء. احنا اطمنا ان اللعيبه اللي يبقى موجود معانا واللاعب اللي مش محتاجينه واللي هي المراكز اللي هي ناقصه وعاوزين نشغلها بلعيبه كويسين ولاعيبه مميزين. الحمد لله اختيارات كويسه وفي عناصر كويسه جدا باذن الله. بدايه مبشره بالخير. بس انا يعني بتمنى من الناس الجمهور ان هو يصبر علينا شويه لغايه ما نقفل على الفرقه وبعد كده يبقى حاسبونا. يعني مش عاوز الموضوع يبدا من بدري النقد والكلام ده كله لان احنا لسه ما عملناش حاجه والجهاز الفني ما عملناش حاجه. لكن الجهاز كجهاز فني بقى جهاز فني محترم شاف شغله كويس على اكمل وجه وان شاء الله ربنا يوفق باذن الله ونقدر نعمل حاجه كويسه السنه دي. يعني انا شايف في تكاتف السنه دي وفي دعم وفي مسانده من مجلس اداره ومن لجنه الكره ومن الجمهور. هو يعني شويه استعجال زي ما انت قلت يا كابتن ابراهيم ولكن في تكاتف وفي حب وفي التفاف حوالين الجهاز الفني وجهاز الكره واللعيبه وانا شايف شكل جديد النهارده لبهتيم خاصه الشوط الاول كان ند لنادي النصر. الحمد لله بالنسبه لمجلس الاداره فهو داعم جدا للجهاز الفني ولفرقه الكره السنه دي وفيه اهتمام غير عادي وان شاء الله خير. اما بالنسبه للمباراه يعني واللاعبين فانا بقول لك دي اول تجربه لسه انسجام اللعيبه لسه ما انسجمتش مع بعضها. لكن الى حد ما احنا بنشوف خامه اللعيب ايه وشغله ايه جوه الملعب وان شاء الله خير. وكله انا شايف ان هي في خامات مبشره بالخير وخامات كويسه جدا وان شاء الله القادم احسن. بس انا زي ما بقول لك كده انا عاوز الجماهير يهدى شويه ويصبر على الفرقه ويساندها وانا واثق ان شاء الله باذن الله ان السنه دي تبقى سنه خير ان شاء الله. وانت عارف الكوره اهم حاجه فيها عنصر التوفيق. انت ممكن زي الاستقرار والكلام ده كله لكن انت بتبقى بتعمل كل حاجه لكن ما فيش توفيق معاك والكلام ده لسه مش هنطلع في الكلام ده لان ما فيش ماتشات كلها ماتشات وديه. النتيجه ما بتهمنيش بقدر ما يهمني انسجام اللعيبه وكده واحنا عاوزين ايه من اللعيبه وكده لكن نتيجه انا ما تهمنيش. فطبعا الفترة اللي جاية دي فترة تناسق وفترة تجانس وفترة توليفة لقوام ان شاء الله يقود المنظومة طوال الموسم. بالظبط كده. هو كابتن المدير الفني كابتن محمود هو بيدور على التوليفة المناسبة اللي تلعب مع بعضها وانتقاء اللعيبة اللي هي تستمر. انتقاء اللعيبة اللي هي تستمر معاه وهتكمل معاه السنة دي. وانا شايف ان الجهاز الفني ماشي بخطوات ثابته وحاجات مدروسه وان شاء الله خير. شايف انا وجوجي يا كابتن ابراهيم مبشره بالخير. عناصر كتير انا شخصيا ما اعرفش اسمائهم ولكن ادائهم في الملعب شدني وجذب الانتباه لكل الحاضرين. باذن الله هو اكتر من لعيب بان بشكل مميز والحكم دلوقتي بدري كده لا ما ينفعش. انت استنى شويه واما يبقى في تناسق بينهم طبعا هيبقى من خلال وتفاهم بينهم والكلام ده هتفرق كتير لكن دلوقتي ما اقدرش احكم. انا بقول لك انا بتفرج على حاجات معينه وبعدين خلي بالك ما هياش الماتشات الوديه دي بتكمل الجانب البدني. انا النهارده الكلام ده كله عامل اسبوعين بكمل بيهم الجانب البدني بمباراه وديه. وكمان انا بادئ بالنصر. النصر فرقه عريقه وفرقه كويسه جدا فرقه محترمه وفي ليفل اعلى مني فتجربه كويسه انا اللي بستفيد منها
اكيد طبعا ان نادي بهتيم استفاد النهارده باحتكاك عالي المستوى لتقييم اللعيبه. طبعا وانا بشكر نادي النصر، الجهاز الفني جهاز محترم ولاعيبه محترمه وتجربه مفيده ليا بالاخص والكلام ده، وان شاء الله خير. الوديه القادمه لنادي بهتيم الوديه يوم الخميس ان شاء الله، ده اليوب، نادي اليوب هنستضيفه هنا ان شاء الله باذن الله، والامور تبقى احسن باذن الله. هل المباراه القادمه دي هتكون تحديد مصير لبعض اللعيبه؟ لا 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 لا، لسه قدامي كتير، لسه قدامي كتير. يعني في فرصه للعيبه؟ في فرصه مره واتنين، لكن من بدري اللعيب اللي انا مش محتاجه بقول له عشان يبقى من بدري ما اقدرش اظلمه ولا يبقى فتره محدوده، لا يبقى في قدامه متسع من الوقت والكلام ده كله. لو انا مش محتاجه ممكن اي حد غيري يكون محتاجه يعني. شايف الجهاز الفني استقر على كام في المية من القوام الاساسي لنادي بهتيم؟ لا لسه لغايه دلوقتي ولا 50%، كله بيتشاف سواء قوام اساسي اللي كنا بيه السنه اللي فاتت او دي، لسه كله ما استقرناش على اي حد خالص. احنا عاملين الماتشات الوديه دي عشان نعمل استقرار ونبدا نقيم اللعيبه داخل الملعب. وطبعا انت عارف القائمه الاولى بدات من 19/8 هتخلص 1/9 ان شاء الله. خلال الاسبوعين دول نقدر نبعت القائمه الاولى اللي هم اللعيبه القدامى اللي هي هتستمر معانا وهتكمل معانا السنه ديت، زائد احنا النهارده والكلام ده كله اللعيبه الجداد يبقى بعد القائمه الاولى ان شاء الله باذن الله. قبل ما نختم معاك كابتن ابراهيم، توجه كلمه لمجلس الاداره وجمهور نادي بهتيم. مجلس اداره بصراحه ربنا داعم دايما للفرقه، وزي ما انت بتشوف كلهم ما بيسيبوش الفرقه ولا في تمارينه ولا في مباريات، لكن موفرين كل الامكانيات المتاحه لفرقه الكوره وداعمين. والجهاز الفني برضه انا بحب اشكره على الفتره دي الكلام ده، انه شغالين كويس قوي، بكل حاجه بيعملوها مدروسه كويس قوي. وان شاء الله بقول للجمهور بس ان هو يصبر علينا شويه، يصبر علينا شويه ويبقى ويدعم، وفي الاخر يبقى يحاسبنا. لكن توعدهم بايه؟ ان شاء الله باذن الله، باذن الله وبتوفيق ربنا والكلام ده كله ربنا يوفق ونصعد. انا نفسي نصعد. يبقى في منافسه لبهتيم السنه دي طبعا باذن الله. طبعا 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 طبعا، ومنافسه جامده يعني، منافسه حاده كمان، مش احنا مش هنتنازل في الفريق الاول. طبعا انت عندك النهارده والكلام ده كله 2 3 4 من الفريق الاول 2005 و2006 و2003 5 كلهم دور يا كابتن. ان شاء الله باذن الله هيبقى لهم دور لعيبه جيدين جدا، لعيبه جيدين جدا، وان شاء الله باذن الله هيبقى الدفع. النهارده ريحناهم عشان عندنا ماتش بعد يومين ان شاء الله. في ماتش اليوب هتلاقي نص الفرقه 2003 من ولاد النادي، من 2003 و2005 من ولاد النادي، ما همش من بره. بنشكرك كابتن ابراهيم، ونتمنى للنادي التوفيق ان شاء الله، والمنافسه والصعود ان شاء الله للنادي اللي يكون من نصيب نادي بهتيم. انا اللي بشكركم على هذا اللقاء وعلى التغطيه الجميله ديت، واتمنى ان شاء الله من ربنا سبحانه وتعالى انه يوفق فرقتنا ونقدر نعمل حاجه كويسه السنه دي ونصعد باذن الله ان شاء الله. اكيد، وان شاء الله يكون لنا لقاءات ثانيه مع وديات نادي بهتيم والتدريبات اليوميه لنادي بهتيم. بنشكرك كابتن. متشكرين يا كابتن مسعود، متشكرين يا كابتن احمد. كان معنا كابتن ابراهيم هيكل المدير الفني السابق لنادي بهتيم ومدير الكره. بنشكركم اعزائي المشاهدين، وانتظرونا في لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.